مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل محشي فلفل وبدنجان وكوسة. تعالوا نشوف المقادير. بالنسبة للخضار هحتاج كيلو كوسة اللي هي الطويلة دي او اي نوع من انواع الكوسة المتوفرة عندنا. دي بالنسبة لدي عشان طويلة انا هقسمها بالنص، ونص كيلو بدنجان ده برضو طويل قوي هقسمه بالنص، وكيلو فلفل. في عندي انا هستخدم كذا نوع من الفلفل، في اللي هو الشطة، في العادي، وفي الاحمر برضو ده طويل هقسمه بالنص. طبعا احنا ممكن نغير في مقادير الخضار، يعني ممكن ان الكوسة اكتر من الفلفل او العكس او البدنجان اكتر حسب ما بنحب. هعمل المحشي النهاردة بالرز الابيض القصير الحبة اللي هو الرز المصري، ده كيلو. نص كيلو لحمة مفرومة، 3 كوبايات صلصة طماطم، ممكن طبعا حوالي كيلو ونص طماطم، ممكن بعد ما اصفيها واسبكها شوية، لكن دي علب. كوباية بقدونس انا مقطعاه صغير، نص كوباية شبت، وحوالي نص كيلو بصل برضو انا مقطعاه صغير. وبالنسبة للتوابل نص معلقة صغيرة قرفة، معلقتين صغيرين بهارات، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة جوز الطيب، ومعلقة صغيرة نعناع ناشف مطحون او ممكن نعناع اخضر واقطعه واحطه مع الخضرة، وطبعا ملح ده حسب الرغبة. ومع المحشي بحب استخدم الخضار المجفف، دول معلقتين كبار، ممكن استعمل بدلهم قالبين مرقة خضار. وهعمل المحشي النهاردة بالزيت، ده زيت الكانولا، ممكن طبعا نستخدم اي نوع من انواع الزيت، او ممكن نستعمل الزبدة او السمنة. في الاخر خالص بعد ما احشي الخضار في قعر الحلة هحط شرايح بصل، شرايح توم، و3 حبات قرنفل. تعالوا نشوف ازاي هبتدي اجهز الخضار. قبل ما ابتدي اقور المحشي، بالنسبة للبدنجان ما ينفعش اقوره واسيبه كده هيسود، فانا بجهز مية واحط لها معلقة كبيرة دقيق ومعلقة كبيرة ملح واقلبهم كويس، لان مجرد ما اقور البدنجان احطه على طول في المية فما يسودش لحد ما ابتدي احشيه. بالنسبة للبدنجان طبعا هنا عندنا نوع البدنجان طويل اللي هو اسمه Chinese eggplant، ده المتوفر عندنا، فبضطر اقسمه بالنص. الاول بشيل الحتة اللي فوق وانضفها كويس قوي، بعد كده اقسمها بالنص وابتدي اقورها. الحقيقة انا بستعمل مقورتين عشان دي طويلة ودي حامية شوية، فابتدي اقور بس ابقى حريص عشان ما يتقطعش مني. ابتدي من النص كده، اشيل حتة صغيرة، وبعدين ابتدي الف كده وادخل على جوه. كده انا قورتها كويس. على طول مجرد ما خلصت واحدة واحدة احطها على طول في المية اللي هي بالدقيق والملح، عشان اضمن انها تنها فاتحة لحد ما احشيها. بالنسبة للكوسة لازم اقشرها الاول، اشيل الحتة اللي تحت واللي فوق، وبعدين اقسمها. طبعا لو كوسة قصيرة يكون افضل، واقورها بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها البدنجان. احتفظ بقلب الكوسة هحطه في قعر الحلة برضو. والفلفل لو هو قصير بقطع بس الحتة اللي فوق كده. بعد كده عشان ما اسحبها ما تتقطعش احاول افصل الاول القلب بتاعها بسكينة رفيعة بايدي عشان اضمن انها تطلع على طول كده اهو. وفي زي حتت بارزة جوه كده احاول اشيلها، هي كده نطفت من جوه. بالنسبة للفلفل ده عشان طويل قوي فانا بقسمه، بس قبل ما اقسمه بشيل جزء من فوق هنا الاخضر، بعد كده اقسمها بالنص وبرضو انضف من جوه
زي ما احنا شايفين اهي كده نضيفة. نفس الطريقة هنا هستخدم المقورة عشان فيه بذر جوه، بس اخلي بالي عشان ما تتقطعش مني. هي كده نطفت من جوه. اعمل طبعا كده مع الكمية كلها. هبتدي دلوقتي اجهز الخلطة. اول حاجة هعملها هحط حوالي نص كوباية زيت، واخلي النار عالية. الرز بتاع المحشي انا مش هنقعه، انا اول ما اخلص اللحمة هغسل الرز على طول واحطه عليها واشوحه معاه. احط الاول البصل واشوحه حاجة بسيطة. انا بعمله في مقلاية كبيرة عشان خاطر هحط كل الخلطة فيه والرز. وانا بشوح البصل احط شوية ملح، مش مطلوب ان هو يتحمر بس يدبل. احط اللحمة واستخدم شوكة عشان ما يكلكعش مني. لحد ما احس كده ان اللحمة ابتدت تطلع مية ابتدي اهدي النار واسيبها تستوي، ومن آن لآخر اقلبها لحد ما تتغير لونها وتستوي. هي تقريبا كده اللحمة استوت. هبتدي دلوقتي احط التوابل كلها، بس ما احطش خضروات المجففة دلوقتي، هحطها بس بعد ما اضيف الرز. واحط عليها معلقة ملح. في الوقت دوت اغسل الرز واصفيه كويس قوي من المية. هي اللحمة وهي بتتشوح خدت تقريبا تلت ساعة على نار متوسطة. بعد دقيقتين احط الرز على طول. احط الرز دلوقتي، وطبعا ما زالت النار متوسطة، واشوحه لحد ما لونه يبقى زي شفاف كده. يعني مثلا الحكاية دي تاخد مثلا 3-4 دقايق او 5 دقايق بالكتير. وانا بشوحه احط الخضروات المجففة. دي بيبقى فيها نسبة ملح، اخلي بالي. هي كده تقريبا خلاص الرز اتشوح. هبتدي احط البقدونس. في الوقت ده اطفي النار والشبت واقلبه كويس. هسيبه الاول يهدى خالص لحد ما يبقى دافي، وبعد كده ابتدي احط الصلصة، لان انا لو حطيت الصلصة دلوقتي والرز سخن ممكن يعجن وهو بيستوي. في الوقت ده هجهز المية اللي انا هسوي بيها المحشي. حطيت عليها شوية طماطم كده، معلقة طماطم مسبكة. هحط لها شوية فلفل اسود وحوالي معلقتين سكر. ممكن ما نحطش سكر بس هو بيدي طعم حلو للمحشي. وربع معلقة ملح. وانا بحشي المحشي اكون بغلي المية بتاعة المحشي. في نفس الوقت ابتدي اجهز الحلة اللي انا هحشي فيها. حطيت لها شوية من قلب الكوسة، مش لازم طبعا كل الكمية، والبصلة اللي انا محضراها هوزعها كده. الحقيقة ده بيعمل طعم جميل للمحشي وفي نفس الوقت بيحميه من ان هو يتحرق من تحت. والثوم اقطعه مثلا بالعرض كده كام واحدة، واحطه برضو في القعر. و3 حبات القرنفل، ما كترش عن 3 عشان بيبقى طعمه شديد جدا. كده الرز هدي خالص. هحط عليه الصلصة دلوقتي واقلبه كويس واشوف الملح. حسيت انه محتاج اضيف له دلوقتي. طبعا المحشي لو حابين ان يكون فيه صلصة اكتر ممكن نضيف. هبتدي دلوقتي اشطف البدنجان زي ما احنا شايفين ابيض خالص. دايما اشطفه على طول قبل محشي، ما ينفعش اشطفه واسيبه هيسود تاني. انا شطفت حتى كل الخضار. هحطه الاول في الحلة قبل ما احشيه. زي ما احنا شايفين انا حطيته بالشكل ده بحيث ان هو كل حاجة تبقى متوزعة. هبتدي اسحب واحدة واحدة واحشيها وارجعها مكانها. وانا بحشي مملهوش كله، اسيب حتة كده بتاع 1.5 سم واحاول اخرمها كده، يعني اخلي خرم في الرز في النص كده. وده ليه؟ لان الفلفل ده تخين والكوسة تخينة،
فمحتاجة ان المية تدخل تسوي الرز، وفي نفس الوقت وانا بحشي مكبس كده قوي عشان الرز يستوي. في الوقت ده ابتدي اسخن المية لان الحشو مش هياخد وقت. بعد ما خلصت فضل شوية رز، هجهز لهم ورق زبدة، واحدة على شكل مربع. لو كمية كبيرة هقسمهم على 2، لو كمية صغيرة هحطهم مرة واحدة. اديلهم الشكل ده والف اكني بلف ساندويتش. بالشكل ده، وبالسكينة اخرم كده عشان الرز يتشرب مية من ناحيتين، واشوف له مكان في الحلة واحطه فيه. بعد كده هولع النار على العالي وابتدي احط المية اللي عليها صلصة في كل واحدة لوحدها، املاها الاول والباقي احطه كله دلوقتي. طبعا المية دي مش كفاية، هضيف تاني بس لازم تكون برضو مية بتغلي. طبعا مش هملاها لحد ما تغطي المية، لحد مثلا نص الحلة بس، لان الرز برضو بيتشرب من الخضار نفسه. هغطيها دلوقتي واسيبها لحد ما تغلي، وبعد كده هدي النار، ممكن يقعد لحد ساعة الا ربع قبل ما يستوي. المحشي كده استوى وخد تقريبا 35 دقيقة. طبعا بعد ما غلي انا هديت النار، وطبعا استوى على طول. بعرف منين؟ لما الرز بيعلى عن المحشي. حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.